السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله الفيديو بتاعنا كده هنعمل افكار حلوه جدا جدا من طبعا حاجات كده قديمه عندنا، مشابك وبرطمانات، وكمان هستخدم كوبايه كرتون. هنعمل منهم افكار جميله طبعا تنفع لعيد الاضحى. كل سنه وانتم طيبين. ما تنسنيش في لايك وكمان اشتراك في القناه لو كنت جديده معانا، وتعالي بينا نشوف اول فكره. نبتدي كده بسم الله باول فكره معايا. في اول فكره هكون محتاجه برطمان كبير او صغير، ايه اللي متوفر عندك. وكمان هحتاج قطن، القطن طبعا العادي جدا اللي احنا بنشتريه من الصيدليه. هاخد منه قطع كده، حاول ان احنا نخلي القطع بتاعتنا متساويه يعني لحد ما، وهنكورها بايدينا بالشكل ده. احنا طبعا هنعمل بالبرطمان ده خروف، شكل الخروف كده لذيذ قوي. طبعا انا مجمعه شويه او عامله شويه عشان ابتدي ان انا اشتغل فيهم على طول. هناخد بقى برطمان بتاعنا بالشكل ده طبعا بمسدس الشمع، وهنقعد نثبت كل الكور اللي احنا عملناها دي داير ما يدور كده البرطمان لحد ما نخلص البرطمان بتاعنا كله. ده طبعا شكله بعد ما غطيته كله بالقطن بالشكل ده. وكمان القاعدة بتاعت البرطمان برضو هي كمان حطيت عليها، يعني ما سبتش حتة خالص واضحة او باينة. وجبت بقى الغطا بتاعه، هو كمان هنغطيه برضو بالقطن، يعني مش هنخلي برضو فيه اي جزء باين خالص. كده احنا عملنا الهيكل بتاع الخروف. تعالوا نعمل بقى الوش بتاعه. جبت معايا كده قطعة من الفوم، لونها اسود، وغطا مدور بالشكل ده نغطي بيه على القطعة بتاعتي عشان يعني نعمل شكل الوش الخروف بطريقة بسيطة كده. عملت زي شكل هلال، يعني ضغطت بالغطا بتاعي بحيث ان انا اعمل شكل هلال بالطريقة دي. طبعا واضحة وسهلة خالص، هي اساسا الغطا بيضغط على الفوم، فبيبقى واضح معاكي الرسمة. وهنيجي من تحت بالشكل ده تحت الهلال، ونروح عاملين زي وش بقى كده يعني بيضاوي، هنرسمه كده بالقلم. بعد كده طبعا هبتدي ان انا افرغ الشكل ده كله وهقصه كده بالمقص. هيطلع معاكي وش بتاع الخروف بطريقه بسيطه خالص، مش محتاجه ان انت تكوني يعني بتعرفي ترسمي او حاجه، لا هتعرفي تعمليه بطريقه بسيطه خالص. بعد كده طبعا هبتدي بقى بالمقص ان انا اقص الشكل بتاعي بعد ما حددته. زي ما انتم شايفين معايا كده هيظهر معاكي الشكل مظبوط. الهلال اهو اللي احنا عملناه، دي طبعا القرون بتاعه الخروف، والجزء اللي احنا عملناه بيضاوي كده من تحت طبعا الوش بتاعه بشكل بسيط خالص. وادي كده الوش بتاعنا جاهز. هنبتدي بقى ان احنا نحط له برده من القطن. عملت كده قطعتين صغنطتين خالص هنحطهم هنا في الراس بتاعه الخروف بالشكل ده. ناقص طبعا ان احنا نعمل العينين بتاعته، برده هنعملها بطريقه بسيطه. معايا القلم ده، القلم ده قلم اسمه قلم دوكو، لونه ابيض. هبتدي ان انا ارسم بيه، هيديني طبعا يعني دايره كده لونها ابيض. ممكن بدال القلم تستخدمي فوم لونه ابيض وتقصيه على شكل دايره. فانا عملت دلوقتي كده دايرتين لونهم بيض، وعملت خط بالطول كده، ده البق. محتاجين برضو نقطة سودا كده في النص، فهستخدم قلم اسود واحط نقطة سودا. وممكن زي ما بقولك تستبدلي الاقلام اللي انا استخدمتها دي بالفوم، دايرتين بيض ودايرتين تاني سود، وتلزقيهم بالشمع. بعد كده هاجي واثبت الراس بتاعه الخروف على الجزء بقى اللي احنا غلفناه كله بالقطن، اللي هو البرطمان، الغطا بتاع البرطمان، مش البرطمان نفسه، مش الازاز نفسه، علشان لما تيجي تفتحي الغطا هو الوش هو اللي يتشال. بعد كده هحط فيونكة هنا اهو كده صغنطوطة. وده كده شكل النهائي للخروف. عملنا خروف بسيط بفكرة بسيطة خالص من البرطمان. طبعا بيتفتح بالشكل ده زي ما بقول لكم. احنا حاطين الراس بتاعة الخروف على الغطا. تقدري بقى تمليه بونبوني وحلويات للاطفال يعني، او تحطي فيه العيدية وتفاجئيهم بيه كده. فاجئي ولادك بيه في اول يوم العيد، كل واحد كده البرطمان بتاعه، هيفرحوا بيهم قوي. فكرتها سهلة وبسيطة، وكمان هم يقدروا برضو يعملوها معاكي، هيفرحوا برضو جدا جدا. ودي كده اول فكرة معانا، خروف من البرطمان. يا رب الفكرة دي تكون عجبتك. حطي لايك على الفيديو وتعالي بينا نشوف الفكرة التانية. هنعمل خروف برضو بس من كوباية الكرتون بتاعة القهوة دي. ومعايا 4 مشابك، هكون محتاجة 4 بس مش اكتر من كده. ومعايا قطعة صغيرة كده من الفوم لونها اسود. القطعة دي هاخد بيها المقاس بتاع المشبك بالشكل ده، وهقطع المقاس ده على 4 قطع، لاني طبعا هستخدم 4 مشابك. بعد كده هاخد ال4 قطع اللي انا قصيتهم دول، وهغلف بيهم المشابك من يعني من حته واحده او من جزء واحد من مقدمه المشبك كده. دي اللي هتكون ظاهره معايا. وانا طبعا لو خدتوا بالكم انا غلفت بس 3/4 المشبك، سبت الجزء الابيض اللي تحت ده علشان دي كده هتبقى الرجل بتاعه الخروف. بعد كده هبتدي ان انا اخد برضو من القطن اللي انا عملته، مجهزه برضو كميه كده، وهبتدي ان انا اثبتهم. الاول بنحط المشابك ونحط كل 2 قصاد بعض بحيث نبقى ظابطين الرجل بتاعه الخروف نفسها. بعد كده نحط بقى داير ما يدور حواليها القطن اللي احنا كورناه.
بمسدس الشمع وكده، ونخلص لحد ما نخلص الكوبايه كلها برضو لغايه فوق خالص. عملت برضو وش الخروف نفس الفكره الاولانيه، هو بالظبط عملت واحد تاني وثبته هنا كده بمسدس الشمع على الكوبايه بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. وبرضو لو عندك فيونكه كده ممكن برضو تحطيها تحت الراس بتاعه الخروف. وده كده طبعا الشكل بتاعه النهائي. الفكره دي بقى عملنا الخروف ليه رجلين، ده كده عامل زي اللعبه، لكن الفكره الاولانيه ممكن زي ما بقولك تحط فيه بونبوني والعيديه اللي هتديها لاولادك يعني. لكن ده عامل زي اللعبه كده، شكله سهل جدا وبسيط وفكرته بسيطه خالص. وبكده اكون خلصت معاكم الفيديو بتاع النهارده. عملنا مع بعض فكرتين سهلين جدا تقدري تعمليهم كده، مش هياخدوا معاكي 10 دقايق، وتفرحي بيهم اولادك. يا رب الافكار تكون عجبتكم. هستنى طبعا رايكم في التعليقات، اكتبوا لي اكتر فكره عجبتكم وهتنفذوا ايه انهي واحده فيهم. طبعا ما تنسوش بقى تحطوا لايك على الفيديو لو الافكار عجبتكم، كمان اشتركي في القناه لو كنت جديده معانا، وفعلي الجرس على علامه الكل. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد قريب جدا. مع السلامه.